يا سلام، هو ده الكلام. الحر اللي احنا فيه ده مش عايز غير واحد ميلك شيك بلو بيري من الاخر. وهعمل لكم الميلك شيك بلو بيري من غير بلو بيري، هتشوفوا معايا ازاي الكلام ده. اول حاجة هجيب معايا حوالي 3 كوبايات من اللبن المتلج فيه قطع من التلج. معايا 2 كوباية زبادي بالتوت او البلو بيري او نكهة التوت. دي اضافة هتخلي طعمه في حتة تانية خالص. وهحط كمان 3 معالق من ايس كريم الفانيليا. طبعا فانيليا علشان يبقى ملوش طعم. 3 معالق من السكر. وصوص البلو بيري موجود في كل السوبر ماركت. بس كده، وهبدأ اضرب بالخلاط جامد او اي حاجة تضرب معايا. هجيب بقى الكوبايات اللي انا هزوق فيها واحط فيها صوص كده من البلو بيري داير ما يدور. وابدأ انزل بالخليط التحفة ده. رائع، طعمه مكان ملوش حل. لو جربتوه مش هتطلبوا في الكافيه بلو بيري تاني. هجيب بقى كريم شانتيه كده واديله توزيعة من فوق كده. لما هيدوب معاه هيدي طعم ملوش حل، وخطوط كده متسريعة من البلو بيري. بجد مشروب روعة، لو جربتوه هتدمنوه.